أهلا بكم في القناة. خبر مفرح أثار اهتمام الكثير من المواطنين، ويتعلق بتجديد تطبيق القوانين التي تهدف إلى حماية الأسرة والمجتمع وتعزيز الأمن العام. ومن بين هذه القوانين، أولا معاقبة كل من يتخلى عن والديه أو يهملهما أو يسيء إليهما، في خطوة تهدف إلى صون كرامة كبار السن وحماية حقوقهم داخل الأسرة. يعني أي شخص يدي ماليه إلى دار العجزة راح يدخل للحبس. هذه أول حاجة. مدلكم الرأي تاعي الشخصي، أرى أن هذا القانون مهم جدا، لأن الوالدين أفنيا سنوات من حياتهما في التربية والتضحية. من غير المقبول أن يتركا في ظروف صعبة أو يتعرضا للإهمال. احترام الوالدين ورعايتهما ليس فقط واجبا أخلاقيا، بل قيمة أساسية يجب أن يحافظ عليها المجتمع. كما أن هناك تجديد على الجرائم التي تمس الأطفال وأمنهم، وخاصة جرائم الخطف والاعتداء والاستغلال، وهي جرائم تثير قلق المجتمع بأكمله، لها من آثار خطيرة على ضحايا وعائلتهم. رأيي الشخصي، أؤيد بكل قوة التعامل الصارم مع هذه الجرائم، وأرى أن كل من يستهدف الأطفال لابد أن يواجه أقصى العقوبات التي يقررها القانون، لأن حماية الأطفال يجب أن تكون أولوية مطلقة، ولأن الردع القوي ضروري لمنع تكرار مثل هذه الجرائم. وفي الختام، أوجه رسالة إلى السلطات المختصة: نأمل مواصلة الجهود في حماية الأطفال وتكثيف مكافحة الجرائم الخطف والاعتداء، وتسريع إجراءات العدالة بحق المتورطين، مع تعزيز الوقاية والتوعية لحماية الأجيال القادمة. أمن الأطفال وكرامة الوالدين من أهم القضايا التي تستحق اهتمام والحزم.